يا هلا يا أهلا وسهلا بهالبرنامج الطيب. الله يسعدك. ونشكركم على الاستضافة، ونشكر حضوركم واهتمامكم بهذه الأمور الله يسعدك. العشائرية والقبلية. هايس بن عيادة بن جميل السعدي البريكي الخريصي الزوبع الشمري، طبعا شيخ قبيلة البريك من شمر. نعم، هلا. أنا زبن حفيد هايس القعيط، ونعم. ونعم. وزبن ابن زبن أفليج شرابي جناع نصار هايس عيادة القعيط. ونعم. نعم تحال. نسل هايس القعيط يا زبن، حابين نعرف النسل هايس القعيط وسلالة هايس القعيط. هايس بالنسبة هايس القعيط غني عن التعريف. هايس فارس من فرسان قبيلة شمر، وهايس أسطورة. فبالنسبة لهايس وعيال هايس اللي هم بدر ونصار وصبار وبراك وظاهر وسلطان وذياب، هذول اللي هم عيال هايس. اللي عيال هايس اللي هم منهم بدر يعني غني عن التعريف، وخلفته جناع راعي العوجة. رعى العوجة. إيه. اي يعني شايب هذول الدعاس. لو انا اجيب هايس طبعا. شهادتي بو مجروحه لان انا حفيد هايس، نعم. فانا اكتفي بالناس اللي هي تعبر عننا وتعبر عن اسطورات هايس وبطولات هايس. صح. احد غزوات هايس يوم حصار بغداد من قبل نادر شاه، واستنجد السلطان العثماني بقبيلة شمر وبقيادة صفوق الجربة صح. وذراعه الأيمن هايس القعيط. خسادة. وأضرب لكم مثال، كان صفوق الجربة بمثابة رئيس الدولة، وهايس القعيط بمثابة وزير الدفاع. ايوه نعم. فيعني وحققوا الانتصار والبطولات بهذا المجال. طيب. وفكوا حصار بغداد من الفرس. مواصفات هايس القعيط يا زبن، الأمانة متشوقين نعرف مواصفاته. والله بالنسبة لمواصفاته، هو عنده الشجاعة والكرم والنخوة والحمية والشيمة والغايرية على الشمرية وغير الشمرية. سلام. هذا اللي نعرفه من أهلنا. هايس يا زبن، خوال هايس القعيط من خوال هايس طلال هوال وهرمال. هم خوال هايس أرمال، طلال بن جارد أرمال. نعم صار شيوخ. نعم، هو خريصي ومن زوبع وهو شمري. نعم، هذا بالنسبة للقعيط. طيب مكانه وسكن هايس القعيط يا زبن؟ هايس بالنسبة لهايس سابقا كانوا ما يعني مكان لهم ثابت، متجولين يعني رحال نزال من منطقة يعني بين العراق وبين الجزيرة العربية وسوريا وإلى نجد، يعني ما عندهم مكان ثابت على زمانهم وعهدهم اللي كانوا بوقته. فمنطقة موجودة ما عندهم يعني منطقة يعني موجودة. وإنما الحين الأحفاد هايس موجودين الحين بالجزيرة العربية، يعني في العراق جزء، وفي سوريا جزء اللي هم أحفاد هايس، وفي السعودية الجزء، وفي قطر، وفي الكويت، وفي الإمارات. يعني هذول هم أحفاد هايس يعني
والأردن. ما شاء الله. هذول هايس يعني هم اللي الحين متواجدين بهذه الدول اللي أنا ذكرتها لك. يا سلام. بس أبي يكون الرد ولا عليك أمر، يعني يا نعم أو لا. هل هايس القعيط له صلة قرابة مع هذلول الشويهري سويدي؟ لا، ما له قرابة. ما له أي صلة غير جابته الشيمة والشمرية، وجابته الحمية والنخوة، لأن هي الأساس من جاء النخوة كل العشائر والقبائل وشمر بصورة عامة، وأخير شيء هايس. ولهذا هايس باسمه باسمه وين هايس وين أخو سعدة، انطلق هذا الشيء عليه. هذا وين دل على شهرة هايس القعيط وفزعاته ووقفاته، صح ولا لا؟ نعم. اللي بينتخي فيه وهو ما يقارب مسافة بعيدة، وانتخى فيه ولبى. فسبحان الله فيهم شيم زمان. للأمانة هنا بدت، أو ما نقول بشكل عام، نقول بشكل خاص إنه بدت تتلاشى. صار الشخص يخاصمك من غير سبب، صار الشخص يعاديك من لا شيء، مجرد أشياء خاصة فيه. يعني إحنا لما نتطرق لذكر الشخصيات والفرسان والشيوخ اللي فيهم شيم، فيهم فروسية، فيهم فزعة، فيهم نخوة، إحنا نبي نأخذ منهم الشيء الإيجابي اللي ممكن نمده للجيل القادم. بالنسبة لهايس هن كثيرات بطولاته، وهذا واحدة منهن يعني من النخوة، يعني يوم النخاو قرابته الشمري أسويدي، ولو هي بطولاته كثيرة لا تحصى ولا تعد. هايس اذكر لنا بعض منها إذا كنت تعرفها يا زبن، للأمانة نحن نحرص إننا نعرف. على سور بغداد، يعني يوم حصار بغداد انتصر يعني بهذا أحد غزوات هايس، وعلى حصار بغداد من قبل نادر شاه طبعا هذا. نعم. واستنجد يعني السلطان العثماني بقبيل الشمر، يعني سبق وانا ذكرت بقيادة صفوق الجربة وذراعه الأيمن هايس القعيط. يعني كان في زمن صفوق الجربة. نعم، في زمن صفوق الجربة. تمام. وهذا اللي يعني احنا نذكره. اما الامور الباقيه ما نريد ان الامور جارحه وامور ما طيب المواقف اللي جمعت بين هايس القعيط وفارس الجربة يا زبن، هل تذكرها؟ او مسارهم واحد قبلهم، يعني عياده كان مع مطلق، يعني مطلق الجربة نفس هم كان مسيرتهم واحده، وكان ومع فارس ومع أصفوق ومع ابنيه ومع عبد الكريم الجربة ومع فرحان. يعني حنا هذا كله كانت، يعني هذا الهايس كان اجدادنا وهايس ومن بعد هايس وحتى بدر والى جناع القعيط، يعني حتى الى جدي الشرابي على زمن عجيل الياور. تفضل الشيخ فلاح اذا حاب انك. لا والله انا ما عندي شيء، لكن ودي انا اوضح ان جناع الله يرحمه، جناع من اشهر احفاد هايس، جناع القعيط اللي حنا ملقب عندنا هنا في العراق السنشوق. لحد قال الشايب، قالوا الشايب بعاج غضاء احد الاقضيه اللي تابعه لمحافظه نينوى في العراق. منطقة شاسعة وباه من القبائل ونعم، لكن لحد قالوا الشايب بعاج اللي هو جناع. وانا ودي انه يتكلم بعد على جناع. تفضل. جناع بالنسبة لجناع، يعني هو اللغب له اثنين، يعني الشايب اللي قالوا الشايب يقولوا الجناع راع العوجة، معروف بشمر بصورة عامة.
يعني الجناع اللي قالوا جناع الشايب، يقول الشايب ببعاج. فما يعرفون انه ماكو غير جناع هو اللي موجود بمحافظه الموصل بالعراق، اللي هو جناع القعيط. فيطلق عليها الشايب راعى العوجه. اسماء طلقت على بعض الناس، مثلا عندك ولو هو كان في يعني في ناس موجودين، مثلا عندك المنطقه اللي هو باهترة موجود بها الحدب اخو نومه، وموجود بها عجرش طير شلوى، وموجود بها بالراضي، وموجود بها ابن مصيول، وموجود بها بلوى، وموجود بها بوتيد اللي هو ابن غريب، يعني واجد الموجودين. لكن هم اقل منه فعل علشان الناس في التاريخ. لكن بعد جناع مو بسيط، جناع الشايب يعني مو والله بالامانه. هم انا اتكلم بالامانه للتاريخ، هو والله له هم جانب بالنسبه وكذا. كل شمر، احنا ما نقول ان نحمد يعني نمدح نفسنا ونباغي قبائل شمر ولا باقي عشائر شمر. كل شمر خير وبركه، وكلهم فرسان وكلهم شجعان، ولو قصور بالعشائر الاخرى، ولو قصور بالقبائل الاخرى. لا ونعم منا، احنا ما نفوت حظنا. لكن شمر هذا للتاريخ يعني يذكر. يعني تفضلت، والتاريخ حافل. وبالعكس ابو هايس، التوضيح اللي يجي منك انت لكونك حفيدها، طبعا انا هم انت تدري انه انا حافظ وكذا، لكن لو تكلمت انت حفيدها من ساعه اختنا شو قالت على موضوع ما يخص هايس وكذا، من يكون الحفيد موجود ما يضل كلام. لكن توضيحك يكون له للتاريخ عبر الناس، بعض الشباب ما تعرف او كذا او ولا كثير الناس تعرف. مثلا اليوم انا بتكلم انا عن هايس، او بتكلم احد قادات شمر الباديه من قادات عبده، او من قادات الاسلم، او من قادات ذوبع بصوره عامه، كل من معروف يعني. لكن لو صار بس كذا وصار حفيده، يكون هو الافضل. سلام. الجحيم. ونعم منك انت هم علم من اعلام شمر وطم من طناب شمر. انا شهدت. انا شهدت. انت بك نوفل ما هو هين يا اخوي. انت حنا لا نجيب تاريخك زاد، انت تاريخ من تهين، تاريخ حافل ومعروف. واذا ندخل على تاريخ شمر، كل شمر واحد يعني اضرب من الاخر. عليك زود اخو سعده. والله يعطيهم الصحة ويعطيهم البركة إن شاء الله. يعافيك يا زمن. زمن بسأل، بنتكلم أكثر دقة على الرسمة. هل فيها من ملامح الفارس هايس القعيط؟ نعم، بالنسبة لهذه الصورة اللي أنت أكو ملامح موجودة من هايس. حنا دائما يسولفون نفس الملامح اللي أنت الحين تفصيل، وبالنسبة للشكل الوجه والملامح الوجه يعني هذا الملامح مقاربة تقريبا حيل يعني الهايس. مغاربة ابو هايس؟ اي نعم، يعني حيل هذه الصورة بالنسبة على هايس، يعني حيل مغاربة على هايس. حسب اللي حنا هم قبل اكو ناس تسولف يعني سوالف، ولو حنا ما عندنا صورة، لكن حسب الملامح واللي موجودة هذه حيل قريبة عليه. بس هو يكون اغرب ما يكون. اختي هم هايس بس اكو ملاحظة، هايس بزمن هايس ما كان اكو عقال. تمام. يعني كان يلبس عمامة. تمام. لكن الملامح يعني الوجه ابو هايس، الوجه الهدم صح، لكن لا اقصد ملامح الوجه. ابو صعب ملامح الوجه نعم هي حقيقة مثل ما تفضلت وجزاه الله خير، لكن بس للتوضيح، لأن سابقا قبل ما كان اكو يعني هذا الزي اللي احنا الحين لابسينه، او هذا الامور اللي الحين كان وقت زمان. نعم. في انا خبر في عندك ناس عمرت خبر من شياب وعجز، انا خبرهم يعني من شكله مغارب، نقول 80%. اي 80% من والله تقدر تقول 90% من هايس، مو 80. اكبر. يعني الملامح تحسب له هذه
هذه تحسب لاختنا شوق. والله يجزاه خير، وعلى الرسم الطيب، والله يجزاه خير على هالاهتمام بهذا البرنامج، وهذا أجيال ويمكن تؤجر على هذا الأمور، على أنه توضيح للناس وللأجيال القادمة. أنا والله شايفة يجزاه خير. للأمانة شخصية هايس رقعيط شخصية جميلة، لكن كثير من حاول تشويه هذه الشخصية، ولكن إحنا طبعا ما نرضى التشويه، لأن لكل زمان زمانه ولكل زمان له ظروفه، لكن اتركوا لنا تاريخ جميل للأمانة، فيه من الشيم والأخلاق والبطولات، فيه من النخوة، فيه من الفزعة، فيهم من الكرم، فيهم من الجود، فيهم من المتسكين بعاداتهم وتقاليدهم، وتركوا لنا الصفات حميدة. المفروض الكل انه ياخذ هذا الجانب، ما ياخذ الجانب اللي الى الان ما احنا حابين ان نذكره، لكن لكل زمان ظروفه. هذا اللي نحن نقوله. يشبه الجانب الثاني في زمانهم هذا المطلوب اختنا شوق. اما احنا في زماننا هذا نذكر مثلا اليوم انا اتكلم مع ابو هايس او مع احفاده الباقيين انه جدكم صوتي واضح؟ اي واضح، تفضل. اي، فاتكلم مثلا اقول انت بك جدك هايس وانت مهل التيمه، او جدك جناح الحكيم وكذا. فالتذكير دائما. اما عن الكلام الصحابه اصحاب الرسول عليه الصلاه والسلام ما سلموا من الكلام، والبدو يقولون مرضى الناس شايد. لكن انت لو خذيت السيره رجال، كل الرجال من شمر او من القبائل الثانيه هم اخذوا صفحه من التاريخ، من الشيم والقيم والكرامه والعفه والجيره والعطاء والسخاء. فهذه كلها اليوم نجلس احنا بدياوين او بدياويننا ونتكلم من شيء مليان، ما نتكلم من شيء فارغ، نتكلم من شيء مليان. اليوم انه يبي يتكلم مثلا هاي جبنا قعيط، من يبي يتكلم على يبي يتكلم على جدة، يتكلم عن شيء مليان، يعني خلاص هايس او الغير هايس اللي قبله او اللي بعده. فمن هذا الكلام يعني ننطلق هذا الكلام. اما الامور الثانيه هي معروفه، يعني ما يحتاج. مثلا الامور الثانيه هي معروفه، وهم كانت حياتهم جلاده، حياتهم صلبه، حياتهم كانت قاسيه، حياه باديه، مو حياه سكر مثلنا احنا اليوم والرفاه الحمد لله لا، كانت حياه القوه، حياه اثبات الوضع، اثبات قوتك. يعني كانت حياتهم ما يقدر اليوم احنا نتكلم عن وضع حياتنا اليوم نطبق نقول ليه ما سوى كذا، لا ما نقدر، لان حياتهم جلاده، كانت قوه صلبه، حياه شقاء. فما يعني ايه. لا للأمانة لو نجيب أكثر دقة في الحديث، لما نجي ونجيب طاري بس مجرد هاي صقعات على طول يدخلون فيها عنزة، ويدخلون فيها الأحداث اللي حصلت. طبعا خلونا نتجرى فيه بالكلام. مجرد ما نذكر هايس على طول ذكروا عقاب، وذكروا العواجية، بالعكس هذاك الماضي. ونعم أنا أقول لك، ونعم فعلا ورسمناهم. هذا موضوع ثار، وموضوع ما يعني. وبعدين اتبيناه يا اخر قصيدته يوم يقول هذا سلوم من بيننا يا قرابات يحلو رد الجزا قبل حينه، عنزه وشمر هم عينين براس. وهذا موضوع طبيعي، يعني ما صح، صارت الحادثه وصار الوضع، لكن هم مغدرين ما يحتاج. والله يا ابو اكيد الامور معروفه، ما يحتاج يا ابو خالد، لكن الامور كلها بينه. اما نبي نبين على كلمه اختنا شوق، في ناس يعني حتى بالكومنت يبي يذكر مثلا قعيط بالكذا، او يرجع يذكر قعيط بالعواجي، هي معروفه. وانا اتذكر يوم ان استضفته اخونا سعود العواجي، اللي هو حفيد حفيد عقاب. ما تطرق الامور لانه ما له داعي، الامور بينت وراحت وانتهت، احنا الحمد لله بامن وامان الحين. لكن توضيح ابو هايس، خل جوالك على الطيران ورده علشان يكون الصوت واضح. موجود واضح الحين، الصوت واضح.
واضح واضح. تفضل. لا يا شوف، هلا. الأمانة يعني يقول ما له داعي نتطرق لهالأمور. كيف ما له داعي وإحنا قاعدين نشوف التشويه والنقل السيء دون الشيء الإيجابي؟ هذا إحنا ما نرضى صراحة. حتى اختنا شوق، حتى بعض الرجال الموجودين بالكومنت يسوي الموضوع انه موضوع تبي تدور مثلا العنصر. لا، الموضوع مو موضوع عنصريه. انت اليوم انت غاضب عن موضوع ما تسولف به، يعني ما تسولف به انت، مو عن الموضوع شيء. ما تريد المقابيلك. ترى احنا الحين اكثر الناس خالوا بناخي. يعني اكو من عواجيه خالوا بناخي هم مسمر، واكو من اسرك اقعيط هم وعنزه خالوا بناخي. يعني ما الموضوع مو موضوع انه هالحساسيه هالكثر هذه الموجوده. ترى احنا بعد الناس قاعد تتكلم على الموجوده النسب والموجوده كذا بين سعود وبين الرشيد. الناس تكلم انهم خالوا بن اخي وبينهم رحم وبينهم عفه. واصلا يعني ما يحتاج انه الناس تاخذ بالكومنت انه وضع حساس جدا ولا حد يسولف به ولا حد كذا. موضوع طبيعي. عواجيه ونعم منهم، والقعيط ونعم منه، وما يحتاج يعني ما منك انت ابو صعب، ونعم منك ابا ام جحيم، ما عليك زود. الله يستر عليك ويعافيك. والاخت شوق والله جزاه الله خير وعلى اهتمامه، وهو ما يصح غير الصحيح. لكن هذا الامور احنا ندري انه اكو امور ناس تبي تزيف التاريخ وتبي تزيف، لكن هو التاريخ ما يتزيف ما طالما موجودين طيبين مثلكم ومثل الاخت شوق وكثيرين من الناس الزينين ما يتزيف. يعني يبغى عندهم اهل الحظ واهل البخت ما يغيرون انا بالنسبه لنا انا ولا غيري ولا اي واحد ما يغير، يبيع حظه في سبيل يرضي فلان. هذا ما يمكن هذا الامور. وبالنسبه للعواجيه ونعم منهم ونعم من تاريخهم واخو نمشه والله ونعمين، هذول قرايبنا وعيال عمنا. الله يجزاك خير.